أنا فخور جدا بنفسي، فخور جدا على اللي بعمله، سواء كان بالنسبة للناس إنجاز أو مش إنجاز، لكن شايفه في وجهة نظري أنا إنجاز كبير. إنجاز إنه أنجح في أرضي وأعمل فيها وأشتغل فيها. إنجاز بعد ظلم كتير تعرضت ليه بدون ذنب وبدون قصد وبدون وعي على مر العصور، اللي شاهدت مع الكبار ومع أبويا ومع عمي ومع خوالي. شايف نفسي مكافح، شايف نفسي عنيد، بحب أعمل الحاجة بيدي، ما استناش غيري لما بيعملها لي، بحب أعمل كل حاجة بنفسي. فعشان كده بقول الحمد لله على الكتير والقليل، الحمد لله على اللي عطهوني ربي بعد ظلم وتعب ومعاناة وكلام من الناس كنت أسمعه بوداني كأنه ما سمعش، كأنه مش شايفه. وفعلا أنا مش شايف حد، عشان أنا اللي شايف رب العالمين إنه في يوم من الأيام هينصرني بعد التعب والمعاناة والكلام الكتير. ما يغركمش إنه بالنهار الإنسان بيلبس هدوم الشقا وهدوم المعيشة وهدوم الشغل، ولكن بالليل الإنسان بيلبس هدومه وكأنه ملك زمانه. مش شرط إنك أنت ليل ونهار تبقى لابس هدومك ومتشيك على سنجة 10 عشان الناس تشوفك أنت مش شيك على سنجة 10. فعشان كده الحمد لله طالما أنا في عيشتي فخور بنفسي جدا، وهفضل فخور بنفسي جدا، وهعلم فخر دي الأولادي والأولاد أولادي إن شاء الله. فالحمد لله أنا فخور بنفسي جدا جدا، وهفضل فخور بنفسي عشان عارف نفسي أنا ناجح. وطالما الإنسان ناجح بتكتر سكاكينه زي ما بيقول لك المثل. طالما أنت الإنسان بتنتقدك وشايفاك في وضع انتقاد، يا حالة من الاتنين، يا أنت ناجح يا برضك أنت ناجح. فشايف انتقادك نجاح، بس النجاح يكون على صح، النجاح يكون بمشية صح وبتفكير صح. فعشان كده فخور بنفسي، وهفضل فخور بنفسي بعد معاناة. الحمد لله فخر دي عند رب العالمين بدون تكبر ولا غرور ولا تكبر على خلق الله. فهفضل فخور بنفسي بعد ما شفت عيون ناس كتيرة كانت تدارى مني وتدس مني، مش عاوزة تشوفني، وكانت الناس دي عاملة حبايبي وعاملة إنه معايا وعاملة دولك بتتمنى بس إنه تقعد معاي. بقول لهم لا، اللي راح عمره ما هيرجع، وطالما خدته وضع إكس هتفضلوا في وضع إكس. فعشان كده بيوم أبو العمدي هيفضل فخور بنفسه وبأبوه وبأولاده وبأرضه وبماله، والفضل لله والشكر لله. تحياتي لكم بيوم أبو العمدي.